بشرى الأسد، الابنة الوحيدة للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، نشأت في قلب العائلة الحاكمة التي تتمتع بنفوذ سياسي هائل. وكانت بشرى الابنة المدللة لوالدها الذي منحها اهتماماً خاصاً، حيث تمتعت بمكانة مميزة بين أشقائها. وهذا الدلال المفرط من والدها أكسبها تأثيراً كبيراً على مجريات الأمور داخل العائلة، وجعلها شخصية محورية في إطار النظام الاستبدادي الذي نشأت فيه. ومن خلال هذه البيئة السياسية المعقدة تشكلت شخصية بشرى الأسد كأحد العناصر المؤثرة والمثيرة للجدل في تاريخ العائلة الحاكمة في سوريا. ففي هذا الفيديو سنغوص في حياة بشرى الأسد، وسنتناول دورها المثير للجدل في مسار عائلة الأسد الحاكمة، كما سنتطرق للجوانب المعقدة والغامضة في شخصيتها وعلاقتها بالنظام السوري السابق. فابقوا معنا حتى النهاية، ولا تنسوا دعمنا عبر الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. ولدت بشرى الأسد في 24 من أكتوبر عام 1960 بمدينة دمشق، لتكون الابنة الوحيدة للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد وزوجته أنيسة مخلوف. حيث نشأت بشرى في بيئة عائلية مميزة بين 4 أشقاء ذكور، مما منحها مكانة خاصة داخل العائلة الحاكمة. كما كانت تحظى بمعاملة استثنائية من والدها الذي أطلق عليها لقب الابنة المحبوبة والمقربة إلى قلبه. وعلى الرغم من أن بشرى لم تكن مرشحة لدور سياسي مباشر، فقد كان وجودها في محيط سياسي استبدادي يسيطر عليه والدها حافظ الأسد له تأثير كبير على تكوين شخصيتها. فقد نشأت وسط قرارات حاسمة تتخذها العائلة لتوطيد حكمها، مما ساعد في تشكيل وعيها السياسي. كما أن تعاملها الخاص مع والدها جعلها شخصية واثقة وطموحة، ولكنها أيضاً كانت متسلطة ومثار جدل، خصوصاً في علاقتها مع أشقائها، وخاصة شقيقها الأكبر باسل الأسد الذي كان يعتبر الوريث المتوقع لعائلة الأسد. التحقت بشرى الأسد بجامعة دمشق لدراسة الصيدلة، حيث حصلت على شهادة بكالوريوس في الصيدلة. وعلى الرغم من تفوقها الأكاديمي، فإن العديد من التقارير تشير إلى أن نجاحها كان مدعوماً بتأثير ونفوذ والدها حافظ الأسد، حيث تعرض أساتذة الجامعة لضغوط مباشرة لمنحها درجات عالية، مما أثار استياء البعض، ولكن اعتراضاتهم كانت تقابل بمضايقات تصل إلى الاعتقال والتعذيب. وخلال دراستها أثارت بشرى جدلاً بعد تقديمها لمحاضرة علمية احتوت على معلومات مغلوطة، وعندما قام أحد الطلاب بتصحيح أخطائها علناً أمرت باعتقاله ونقله إلى سجن النظام، حيث تعرض للتعذيب، مما أبرز شخصيتها المتسلطة واستغلالها لنفوذها. وبعد تخرجها أسست بشرى شركة الأدوية يوني فارما، والتي سرعان ما أصبحت واحدة من أكبر الشركات في سوريا بفضل الدعم الحكومي، حيث كانت الشركة تعمل تحت حماية النظام، مما منحها احتكاراً للعديد من الأدوية الأساسية في السوق المحلي. وبالإضافة إلى ذلك لعبت بشرى دوراً غير رسمي كمستشارة خاصة لعائلتها في القضايا الصحية والتجارية، وأدارت العديد من المشاريع المرتبطة بالنظام، مما عزز من نفوذها وثروتها. ومن خلال هذه الأنشطة أصبحت شركة يوني فارما مصدراً رئيسياً لدخل عائلة الأسد، مما ساهم في تمويل الأنشطة السياسية والعسكرية للنظام. كانت حياة بشرى الأسد العاطفية دائماً محط أنظار ومثار جدل كبير، إذ ارتبطت بعلاقات اعتبرت خارجة عن الأعراف الصارمة التي تحكم عائلة الأسد، مما كشف عن جانب مختلف من شخصيتها التي أظهرت تمرداً على القيود العائلية والاجتماعية. وكانت أولى العلاقات المثيرة التي ارتبطت باسم بشرى هي علاقتها مع رامي الشاعر، مدرب الفروسية الخاص بها وبشقيقها باسل الأسد، حيث كان رامي شخصية محبوبة ومعروفاً بمهاراته العالية في الفروسية، وعمل عن قرب مع أفراد العائلة الحاكمة لتدريبهم. ولكن علاقته ببشرى تجاوزت الحدود المهنية لتتحول إلى علاقة عاطفية، وهذه العلاقة أثارت استياء باسل الأسد
الوريث المتوقع لحكم حافظ الأسد الذي نظر إليها كتهديد لسمعة العائلة، خاصة أن رامي كان فلسطينياً سنياً، وهو ما اعتبر غير متوافق مع التصورات الاجتماعية والسياسية لعائلة الأسد الحاكمة. وعندما تأكد باسل من وجود علاقة بين بشرى ورامي، ضغط على والده حافظ الأسد لاتخاذ إجراءات صارمة، فاستجاب حافظ بسرعة، وتم نقل والد رامي إلى منصب دبلوماسي في موسكو ضمن بعثة منظمة التحرير الفلسطينية، بينما تم طرد رامي من سوريا بشكل نهائي. وبعد سنوات من حادثة رامي الشاعر، دخلت بشرى في علاقة عاطفية أخرى مع آصف شوكت الذي بدأ حياته المهنية كمرافق أمني للعائلة، حيث استطاع آصف بفضل طموحه وشخصيته الجذابة أن يقترب من بشرى رغم اعتراض شقيقها باسل الأسد مرة أخرى. وأثارت العلاقة مع آصف شوكت جدلاً داخل العائلة بسبب الفارق الاجتماعي الكبير بينهما، ولكن بشرى أظهرت تحدياً كبيراً وأصرت على المضي في علاقتها به. وبعد وفاة باسل في حادث سيارة عام 1994 أصبحت المعارضة للعلاقة أقل حدة، ولإتمام الزواج بعيداً عن الضغوط العائلية أقامت بشرى وآصف مراسم زفافهما في إيطاليا، ما كان دليلاً على تصميم بشرى على تخطي اعتراضات عائلتها. ولعبت بشرى دوراً محورياً في تمكين آصف شوكت داخل النظام السوري، حيث استطاع شوكت بفضل دعم مكانتها في العائلة أن يترقى سريعاً ليصبح أحد أهم رجال الأمن في سوريا، حيث شغل مناصب رفيعة مثل مدير الاستخبارات العسكرية ونائب وزير الدفاع، مما منحه سيطرة واسعة على الأجهزة الأمنية. ورغم المكانة التي وصل إليها آصف شوكت، إلا أن علاقته مع عائلة الأسد، خاصة مع ماهر الأسد، كانت متوترة، فقد رفض ماهر زواج شقيقته من آصف بسبب اعتبارات اجتماعية وشخصية، مما أدى إلى شجار عنيف بينهما أطلق خلاله ماهر النار على آصف، مما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة. ورغم ذلك استمر شوكت في تعزيز نفوذه بدعم من بشرى، وقد ارتبط اسم آصف شوكت بقضايا أمنية حساسة، أبرزها تورطه المزعوم في اغتيال رفيق الحريري عام 2005، مما أثار توترات كبيرة داخل عائلة الأسد. وتلك التوترات تفاقمت بسبب العقوبات الدولية التي فرضت على النظام السوري، مما أثر بشكل عميق على استقرار العائلة ونفوذها. مع اندلاع الثورة السورية عام 2011 التي جاءت كجزء من موجة الربيع العربي، واجه نظام الأسد تحدياً غير مسبوق من مظاهرات سلمية طالبت بالإصلاح السياسي والعدالة الاجتماعية. ورغم أنها لم تكن تتولى أي منصب رسمي، إلا أن بشرى الأسد كانت شخصية محورية داخل النظام، حيث أظهرت دعماً قوياً لاستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، وكانت ترى أن القوة هي الوسيلة الوحيدة للحفاظ على النظام واستمراره. ومن خلال تأثيرها داخل الأسرة الحاكمة ودورها في تعزيز موقف زوجها آصف شوكت الذي كان يشغل حينها منصباً أمنياً رفيعاً، لعبت بشرى دوراً غير مباشر في القرارات الأمنية التي أدت إلى تصعيد المواجهات بين النظام والمتظاهرين. وإلى جانب دورها في التشجيع على القمع الأمني، كانت بشرى تدير العديد من الأعمال التجارية، بما في ذلك شركة الأدوية مثل يوني فارما التي استخدمتها كأداة لتوفير دعم مالي للنظام. ومع اشتداد العقوبات الدولية وتدهور الاقتصاد السوري، قدمت بشرى دعماً مالياً مباشراً لشقيقها بشار الأسد، مما ساعد النظام على مواصلة عملياته القمعية. ومع تصاعد الضغط الدولي على النظام السوري، رأت بشرى الأسد في زوجها آصف شوكت بديلاً محتملاً لبشار الأسد في قيادة البلاد، حيث استغلت نفوذ زوجها داخل الجيش والأجهزة الأمنية لتعزيز مكانته كمرشح محتمل لقيادة النظام إذا ما تطلب الوضع استبدال بشار. وهذا التوجه أثار توترات داخل الأسرة الحاكمة، خاصة مع ماهر الأسد الذي كان يعارض نفوذ آصف بشدة. وساهم دعم بشرى الأسد للعنف المفرط ضد المتظاهرين في تصعيد الأزمة السورية وتحولها من احتجاجات سلمية إلى صراع مسلح. فاستراتيجيات النظام القمعي التي دعمتها بشرى أدت إلى تدهور الأوضاع في البلاد، مما أسفر عن مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين. في 18 من يوليو عام 2012 شهد النظام السوري واحدة من أكثر الأحداث زلزلة في تاريخه الحديث،
حيث قتل آصف شوكت نائب وزير الدفاع وصهر الرئيس بشار الأسد في تفجير استهدف خلية إدارة الأزمة داخل مبنى الأمن القومي في دمشق. والتفجير الذي وقع أثناء اجتماع كبار المسؤولين الأمنيين أسفر عن مقتل شخصيات بارزة أخرى في النظام، وأحدث صدمة كبيرة داخل الأوساط السياسية والعسكرية. وأثار هذا التفجير تساؤلات واسعة حول منفذيه والجهة المستفيدة منه. وبينما تبنت المعارضة السورية مسؤولية العملية، تشير تقارير عديدة إلى أن التفجير كان مدبراً من داخل النظام نفسه. ووفقاً لهذه التقارير، كان ماهر الأسد شقيق بشار الأسد أحد المخططين الرئيسيين للعملية، حيث اعتبر شوكت تهديداً مباشراً لنفوذه، حيث عرف عن شوكت أنه كان شخصية طموحة تتمتع بنفوذ متزايد داخل الأجهزة الأمنية، وهو ما أثار استياء ماهر الذي كان يرى فيه منافساً على السلطة. وتشير التقارير إلى أن التخلص من شوكت كان ضرورياً بالنسبة لماهر لضمان هيمنته على الأجهزة الأمنية، خاصة مع تصاعد دوره في إدارة الأزمات خلال الثورة السورية. وكان مقتل آصف شوكت بمثابة نقطة تحول حاسمة في مسار الثورة السورية وفي توازن القوى داخل النظام، حيث أدى الحادث إلى تزايد الشكوك والانقسامات بين أفراد العائلة الحاكمة، مما زاد من ضعف النظام في مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية. ورغم مقتل شخصية بارزة مثل شوكت، تمكن النظام من استغلال الحادث لتبرير المزيد من القمع ضد المعارضة، واعتبرت العملية دليلاً على خطورة الوضع الأمني. وبعد مقتل زوجها، وجدت بشرى الأسد نفسها في موقف صعب داخل العائلة، فقررت مغادرة سوريا مع أطفالها متجهة إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث استقرت في دبي. وهناك استمرت بشرى في لعب دور خلف الكواليس لدعم شقيقها بشار الأسد، واستخدمت علاقاتها الواسعة لجمع تبرعات مالية وتقديم دعم سياسي للنظام السوري، كما ساهمت في تحسين صورة النظام دولياً من خلال شبكة علاقاتها مع شخصيات سياسية واقتصادية في الخارج. ولم تتوقف بشرى عند الدعم المالي فقط، إذ كشفت بعض المصادر عن تواصل مستمر بينها وبين شخصيات بارزة في النظام السوري، مما يثير الجدل حول دورها الحقيقي ومدى تورطها في الحفاظ على استقرار النظام من الخارج. ورغم محاولتها التبرؤ من النظام، إلا أن هذه التحركات عززت من الصورة السلبية حول دورها المستمر في دعم سلطة الأسد. فرض المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات صارمة على بشرى نتيجة ارتباطها الوثيق بالنظام السوري ودورها في دعمه، حيث جاءت هذه العقوبات ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تقويض نفوذ عائلة الأسد وإضعاف مصادر تمويل النظام في ظل تصاعد الأزمة السورية. وشملت العقوبات تجميد أصول بشرى الأسد في البنوك الدولية، ويعتقد أن هذه الأصول كانت تمثل جزءاً كبيراً من ثروتها التي جمعتها من أعمالها الخاصة في مجال الأدوية وشركة أخرى مرتبطة بالنظام. كما منعت من دخول دول الاتحاد الأوروبي، مما حد من حركتها الدولية بشكل كبير. وكان هذا الحظر يهدف إلى قطع اتصالاتها مع أي دوائر دولية قد تساهم في تعزيز نفوذ النظام السوري. ورغم أن بشرى لم تكن تشغل منصباً رسمياً داخل النظام السوري، إلا أن المجتمع الدولي اعتبر أن ارتباطها العائلي الوثيق بالنظام ودعمها المالي المستمر له كافيان لتوجيه العقوبات. ووفقاً للتقارير، كانت بشرى تقدم تبرعات مالية ضخمة للنظام، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي عصفت به بعد اندلاع الثورة. وحاولت بشرى التبرؤ من التهم الموجهة إليها، وزعمت في أكثر من مناسبة أنها لا علاقة لها بسياسات النظام أو القرارات القمعية التي اتخذت خلال الثورة، ولكنها لم تستطع تقديم أدلة ملموسة تثبت براءتها من هذه الاتهامات. وأشارت مصادر مقربة منها إلى أنها حاولت استخدام علاقاتها الدولية لتخفيف العقوبات، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل بسبب ضغط المجتمع الدولي على النظام الأسدي ومن يدعمه. ولم تخلو حياة بشرى الأسد في المنفى من الشائعات المثيرة للجدل، والتي كانت تتناول تصرفاتها الشخصية وسلوكها في الأماكن العامة. فتشير التقارير إلى أن بشرى كانت معروفة بتصرفاتها المتسلطة وشخصيتها الجدلية،
حيث ظهرت في عدة مواقف تظهر تناقضاً بين أسلوب حياتها الفخم ومعاناة الشعب السوري. ففي حادثة أثارت جدلاً واسعاً نشبت مشادة كلامية بين بشرى الأسد وفتاة سورية من طائفتها في أحد متاجر المجوهرات بدبي. وخلال الزيارة علقت الفتاة على حياة الرفاهية التي تعيشها بشرى قائلة: بينما يعاني الشعب السوري تستمتعون بثرواتكم. وجاء رد بشرى حاداً، حيث أكدت أن ثروتها نتيجة اجتهادها الشخصي وليس من أموال الشعب، مما أثار موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي النهاية تظل بشرى الأسد شخصية مثيرة للجدل داخل وخارج سوريا، فرغم محاولاتها الابتعاد عن الأضواء إلا أن دورها في دعم نظام الأسد وارتباطها بالجرائم والانتهاكات يجعلها شخصية غير قابلة للنسيان في تاريخ سوريا الحديث. وإلى هنا نصل إلى نهاية فيديو اليوم، فلا تفوتوا الفرصة لمتابعة كل جديد عبر الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. وإلى اللقاء.